الحلويات كثرتها، كثرة تناول الأشياء اللي هي الدسمة، لكن بتعمل تراكم سمية في أمعائنا. كيف نتخلص منها؟ بالفقرة الصغيرة هذه. نحن لما عادة نهمل شرب الماء نصاب بالتجفاف دون أن نعلم، والتجفاف هذا يكثف من الدم ويقلل من حركة مرور الدم، وبالتالي عندما تقل حركة مرور الدم تقل الإشارات العصبية، ولا تنتقل الإشارات العصبية من الدماغ إلى الدم عبر الهرمونات بسرعة، لأن الدم لزج فالنقل يكون بطيء. لما الإشارة العصبية تنتقل ببطء، هرمون النشاط والحيوية، هرمون الاتش دي اللي هو هرمون السعادة، هذا كله يمر ببطء لأنه الدم ما في حيوية. من أجل نحن نتجاوز هذه الحيوية ويصير عندنا هذا الكسل ويصير عندنا حيوية، لازم نخلص الدم من الحمضية، يعني نرفع القلوية، يعني نرفع المناعة. وهذه الوصفة تفيدنا للرشحات، لأمراض العدوى، للسعال، للكرش اللي عنده كرش، لأمراض القولون العصبي، للفطريات جرثومة المعدة، للخمول، للدوخة، للضغط بكافة أشكاله، حتى الأمراض السرطانية. بسيطة جدا. نجيب لترين أو لتر ونص ماء، قارورة ماء فيها لتر ونص ماء. نجيب ليمونة حامضة اللي لونها أصفر، نقطعها بالنص، نعصر الليمونة كلها في اللتر ونص تبع الماء، بعدين نقطع القشر ونرمي القشر في القارورة ونسكر. بعد نصف ساعة تبقى صالحة للاستعمال. ماء عادي اللي مش دافي، ماء عادي اللي نشربه. انت تصير تشرب من هذا الماء على نهارك. لما تخلص هذه القارورة اعمل واحدة ثانية، تصير تشرب في اليوم 2. هذا ايش يعمل؟ هذا يعمل على حرق الدهون، تسريع بحرق الدهون، القضاء على الكرش. والله ما تشوف بعد 2 3 أشهر 4 أشهر انت تشربها الا تشوف بطنك بدأ يتقلص للخلف، يرجع. ليه؟ لأن الغازات والانتفاخات هذه كلها تروح، لأن جسمك مخزن كتل من الطعام القديم المتحجر على شكل كرات من البراز متحجرة فيك، ما طلعت. هذه اللي عاملة اندفاع للأمام في بطنك، هذه اللي عاملة كرشة. هذا كله تتفكك، تتحلل وتخرج لخارج جسدك، بالتالي بطنك يرجع للخلف، القولون عندك يتنشط، الهضم يتنشط، الحرق يزيد بالغدة الدرقية، تشوف حالك إلا الدهون تزود، كوليسترول ينزل، الكوليسترول، دهون تنزل، آلام عندك تروح، آلام المفاصل، التهابات البولية، التهابات النسائية، تنشيط القدرة الذهنية، تنشيط القدرة العقلية، المساعدة للقضاء على الإنسان ممكن يصيبه رجفة أو بارينكسون، اللي يصيبه مرض الMS أو التصلب اللويحي، هذا يساعده أيضا على عملية التمدد. اللي يصيبه الشلل في منتصف الوجه أو العصب السابع، هذا يخفف عنه هذه الأضرار. كما أن هذا الماء هو طعمه حامضي خفيف، يحرق كل بروتين اللي أكلته، يحرق ويذيب كل السموم اللي موجودة في كبدك، ينشط لك الكلى ويطرد الأملاح منها. هذا ما أردت أن أقوله لكم، إن شاء الله تكون